اهلا بيكم في ريفيوزات. النهارده هنقدم لكم تقييم تليفون هواوي اسين بي 8 احدث تليفون نزلته شركه هواوي، اللي واحد من اهم مميزاته الكاميرا بتاعته. خليكم معانا. اول حاجه هنتكلم عنها هو تصميم التليفون، اللي اعتبرناه من احلى التليفونات اللي نزلتها شركه هواوي من ناحيه التصميم. التليفون مصنوع ان هو بطريقه يوني بادي، بمعنى ان التليفون ما ينفعش يتفتح وهو كله عباره عن جسم واحد، ومصنوع بالكامل من المعدن زي ما احنا شايفين. ولو خدنا بالنا من الحواف والاركان بتاعه التليفون هنلاقي ان هي مصنوعه بشكل كيرفد اكتر او اكثر دائريه، وده بيدي للتليفون شكل جمالي حلو وبيخلي التليفون ما بيتزحلقش من الايد لو انت مسكته بايد واحده. سمك التليفون هو 6.4 ملم، والسمك ده طبعا قليل جدا، والسمك ده بجانب الحواف والاركان اللي اتكلمنا عليها هيخلي ان انت تمسك التليفون بايد واحده حاجه سهله جدا. لو جينا نبص على الزراير الموجوده في التليفون هنلاقي من ناحيه الشمال مفيش اي حاجه موجوده على التليفون، اما من ناحيه اليمين ففي الباور بutton وفي الفوليوم روكر اللي بيعلي الصوت وبيوطيه، ومن هنا في فتحتين للسيم كارد وللمايكرو اس دي علشان التليفون زي ما احنا قلنا يوني بودي. لو جينا نبص من فوق هنلاقي فتحه السماعات والنويز كانسليشن مايكروفون، اما من تحت ففي 3 فتحات، فتحه الشاحن، وهنا ده السبيكر بتاع الاغاني، وطبعا احنا شايفين ان مكانه هنا حلو جدا احسن ما يكون في ظهر التليفون، لكن لو انت بتلعب العاب ممكن تكتم بايدك الفتحه دي غصب عنك. اما الفتحه دي فهي فتحه الميكروفون. لو جينا نبص على التليفون من قدام مش هنلاقي عليه اي زراير على الجسم الخارجي بتاعه، لكن هنلاقي الزراير الموجوده هنا الباك باتون والهوم باتون والمالتي تاسكينج باتون. لو جينا نبص على شاشه التليفون هنلاقي ان حجمها مناسب جدا وهو 5.2 بوصه، زائد ان البيزلز او الحواف الموجوده فيها صغيره قوي، وده بيخلي الشاشه ماليه كل الحجم بتاع التليفون. الشاشه مصنوعه بتقنيه IPS LCD بدقه فول اتش دي، كنا مستنيين ان هي تكون كواد اتش دي مش فول اتش دي زي بقيه الفلاج شيبس الموجوده في السوق. لكن لو جينا نبص على الالوان ووضوح الشاشه هنلاقي وضوح الشاشه والالوان حلو جدا، وده كمان لقينا كثافه البكسلز في البوصه الواحده 424 بكسل لكل بوصه. نظام التشغيل الموجود على التليفون هو اندرويد لولي بوب 5.0، وده احدث نظام تشغيل نزلته اندرويد. اما بالنسبه لواجهه المستخدم فهي ايموشن يو اي 3.1، وهي احدث واجهه مستخدم تنزلها شركه هواوي. واجهه مستخدم ايموشن يو اي فيها مميزات كتيره زي الشورت كاتس الموجوده هنا تحت، فيها شورت كات للكاميرا او للكشاف او للاله الحاسبه. عندنا هنا برضو حاجه ان كل الابلكيشنز بتكون موجوده على الهوم بيج، يعني مفيش اي زرار هتدوس عليها يفتح لك الابلكيشنز، فكده هتحتاج ان انت تقسم الابلكيشنز بتاعتك في فولدرز زي الفولدر ده او الفولدر الموجود هنا باسم تولز. في حاجه كمان لو جينا نبص على النوتيفيكيشن بار هنلاقي ان هي متقسمه لحاجتين، النوتيفيكيشنز والشورت كاتس. الشورت كاتس فيها كل الشورت كاتس بتاعتك، وفي حاجه اسمها سسبند باتون، لو جينا نبص عليها هنلاقي الزرار طلع لنا هنا على الشاشه ممكن نحطه في اي حته، وبنفتح الزرار ده ممكن من خلاله ندخل على شورت كات لاي ابلكيشن او اي حاجه احنا محتاجينها على التليفون. من الحاجات الكويسه الموجوده في الانترفيس هي ان انت ممكن عن طريق عقله صباعك تاخد سكرين شوت لو ضغطت عليه مرتين، ودي اسمها ناكل سنس، زائد ان انت برضه عن طريق عقله صباعك ممكن تاخد سكرين شوت لجزء معين من الشاشه، وليكن الجزء اللي تحت. هنلاقي ان التليفون خد سكرين شوت للجزء اللي تحت بس، ممكن بعد كده نعمل لها شيرنج مع اي حد. من الحاجات الحلوه الموجوده برضه هي الوان هاند يو اي اللي بتخلي التليفون اسهل في الاستخدام عن طريق الايد الواحده، وعلشان نشغل الخاصيه دي بنعمل كده على ال3 زراير الموجودين تحت، وتبدا ان انت تشتغل على التليفون بايد واحده. من الخواص الحلوه موجوده برضه في التليفون هي السبيتش اويرنس او الفويس ويك اب، ودي اللي بتخليك لو انت التليفون بتاعك ضايع ممكن انت تتكلم مع التليفون فيبدا التليفون يرن ويقول لك مكانه فين. كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تقول اوكي ايمي، بيبدا التليفون يخرجك بين حاجتين، انت تتصل بحد او ان انت تسال التليفون هو فين. ممكن نقول where are you، زي ما احنا شايفين التليفون بدا يرن، زائد ان الفلاش بتاع التليفون بدا ينور، وده يساعدنا ان احنا نلاقي التليفون بتاعنا. بالنسبه لاداء التليفون فاحنا شايفين ان اداء التليفون كان سلس جدا معانا واحنا بنفتح ونقفل الابلكيشنز او اثناء المالتي تاسكينج او اثناء ما كنا بنلعب لعبه زي اسفلت، وهي معروف ان هي لعبه تقيله جدا، وده بسبب البروسيسور والرام الموجودين في التليفون. فالبروسيسور هو كيرن، وهو البروسيسور من تصنيع شركه هواوي، وهو اوكتا كور 2 جيجا هرتز كواد كور و1.5 جيجا هرتز كواد كور. اما الرام فهو 3 جيجا بايت رام.
وطبعا البروسيسور والرام دول زي ما قلنا هيخلوا اداء التليفون سلس، سواء وانت بتفتح ابلكيشنز تقيله او انت بتفتح جيمز تقيله او بتلعب عليها زي الجيم بتاعت اسفلت اللي احنا هنجربها قدامكم دلوقتي. زي ما احنا شايفين مفيش اي تهنيج او بطء موجود في اللعبه. بالنسبه للمساحه التخزينيه الموجوده في التليفون ففي منه نسختين 16 جيجا بايت و64 جيجا بايت. النسخه اللي معانا هي 16 جيجا بايت، وممكن ان انت تزود المساحه التخزينيه عن طريق اضافه مايكرو اس دي لحد 128 جيجا بايت. بطاريه التليفون هي 2680 ملي امبير. الرقم ده ممكن يكون مش كبير قوي، لكن مع استخدامنا للتليفون لقينا ان هو بيفضل معاك فتره طويله جدا بدون ما تحتاج لشحنه. ولكن البطاريه الموجوده في التليفون هي بيلت ان، بمعنى ان هي ما ينفعش تتغير، ودي حاجه ممكن بعض الناس ما يحبوهاش. بالنسبه للكاميرا الموجوده في التليفون فتحه العدسه اللي فيها 2، وزي ما احنا ملاحظين ان بالرغم من سمك التليفون القليل فمفيش اي بروز خارجي للكاميرا عن التليفون. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي 8 ميجا بكسل، وفيها مميزات كتيره حلوه زي البيرفكت سيلفي. ولو جينا نفتح الكاميرا ونبص على السوفت وير بتاعها هنلاقيه فريندلي وسهل جدا. انت ممكن تتنقل ما بين المودز عن طريق ان انت تقلب على الشاشه زي ما احنا شايفين. وفي خاصيه جديده اول مره نشوفها وهي اللايت بينتنج، والخاصيه دي هنتكلم عنها بالتفصيل في الفيديو اللي احنا عاملينه وبنعرض فيه خصائص الكاميرا بالتفصيل. من الاخر تليفون هواوي السام بي 8 هو من احسن التليفونات اللي نزلتها شركه هواوي. شايفين ان هو قدم خواص حلوه جدا على مستوى التصميم وعلى مستوى الشاشه، لكن على مستوى البطاريه ما كانش بالقدره او بالقوه اللي احنا كنا مستنيينها بيه. لكن لو جينا نبص على الكاميرا هنلاقي ان شركه هواوي قدمت فيها مميزات حلوه جدا زي الكالر بينتنج، زائد ان سعر التليفون مناسب جدا وهو 3999 جنيه. ده كان تقييم لتليفون هواوي السام بي 8. لو عايزين تشوفوا تقييمات ومقالات تانية تابعونا على الويب سايت بتاعنا ريفيوزات.com، تابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي، سلام.